الماتادور الإسباني وملك الملاعب الترابية رافائيل نادال أعلن اعتزاله كرة المضرب في 21 من نوفمبر عام 2024، منهياً مسيرة استثنائية دامت أكثر من عقدين من الزمن. بفضل إصراره وشغفه الذي لا يقهر، حفر نادال اسمه كواحد من أعظم لاعبي التنس على مر العصور، وأصبح رمزاً عالمياً للمثابرة والتميز الرياضي. بدأ نادال مسيرته الاحترافية في عام 2001، لكنه دخل العالمية بقوة في عام 2005 عندما فاز بأول ألقابه الكبرى في بطولة فرنسا المفتوحة رولان جاروس عن عمر 19 عاماً. بذلك أصبح أصغر بطل في هذه البطولة وأحد أبرز اللاعبين الواعدين. لم تكن تلك سوى البداية لمسيرة مذهلة، حيث نجح في الفوز ب14 لقباً في رولان جاروس، محققاً أرقاماً قياسية يصعب تكرارها. على الملاعب الرملية أظهر نادال سيطرة مطلقة، ليس فقط بمهاراته الاستثنائية بل أيضاً بقوته الذهنية التي لا تتزعزع. خارج الملاعب الرملية أثبت نادال أنه لاعب متكامل، حيث أحرز 22 لقباً في البطولات الكبرى جراند سلام، تضمنت 4 ألقاب في بطولة أمريكا المفتوحة، و2 في ويمبلدون، و2 في بطولة أستراليا المفتوحة. أضاف إلى رصيده 92 لقباً فردياً و36 بطولة ضمن سلسلة الماسترز. إلى جانب ذلك حصد ميداليتين ذهبيتين أولمبيتين، الأولى في بكين عام 2008 في منافسات الفردي، والثانية في ريو دي جانيرو عام 2016 في منافسات الزوجي. رغم الإصابات التي لاحقته خلال مسيرته، إلا أن نادال ظل دائماً مقاتلاً لا يعرف الاستسلام. شكلت مواجهاته مع روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش علامة فارقة في العصر الذهبي للتنس، مقدماً عروضاً لا تنسى أذهلت الجماهير ورفعت شعبية الرياضة عالمياً. على الرغم من كل التحديات، ظل نادال رمزاً للروح الرياضية، حيث امتاز بتواضعه وعلاقته المميزة مع الجماهير. اعتزال نادال ليس مجرد نهاية لمسيرة رياضية، بل هو وداع لأيقونة ألهمت الملايين حول العالم. إرثه الذي يتضمن إنجازاته وشخصيته سيظل مصدر إلهام للأجيال القادمة، ليبقى اسم رافائيل نادال محفوراً في قلوب عشاق الرياضة كرمز للتميز والتفاني.